وصفتنا النهاردة هنعمل حمام بالفريك، بس هنعملها بطريقة مامتي مش بطريقتي. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة طبعا انا غسلت الحمام حطيته بقى في مية وملح وليمون، شايفين، وفصلت الجلد عن الحتة دي. انا عايزة اوضحها لكم كده. تحطي ايديكي كده تبداي ان انتي تفرغي المكان ده، عشان انا قبل كده عملت لكم الحمام وهو بنحشيه من جوه بس، لكن احنا النهارده هنحشيه كمان تحت الجلد. تعالوا نشوف مكونات وصفتنا ايه. طبعا انا هنسلق الحمام، فعندي بصل، ورق لوري، وحبهان، ورشة فلفل اسود. بسم الله. احنا معانا هنا هريسة توم عليها شوية ملح ورشة فلفل اسود. عندي هنا الكبد والقوانص والقلوب برضو. وعندنا هنا بقى الحمام. ماما بتعمل ايه؟ بتجيب جزء من التوم وتبدأ هي هتتبل الحمام. ماما بقى هتبدأ ايه؟ تتبل لنا الحمام كده. بسم الله. هنتبله كده ايه كله بالهريسه بتاعه الثوم، وارجع لكم تاني. هناخد جزء من هريسه الثوم ونبدا نحطه على الكبد والقوانص عشان برضو هنتبلها. يلا بينا علشان نعمل الخطوه اللي بعد كده. هنا بقى هنعمل الفريك. معايا بقى زبده، انا حطيت معلقتين زبده كبار عليهم معلقتين زيت. عندنا الفريك نقعناه بقاله مثلا 3 ساعات. كل ما تنقعيه اكتر كل ما يستوي بطريقه كويسه. اول حاجه بعد ما السمنه هتسيح، الزبده بتاعتنا ساحت، هنبدا ننزل بجزء من هريسه الثوم، نقلبه كده. اول طبعا لما الثوم يبدا يطلع نشم كده ريحته، نبدا ننزل بالكبد والقوانص والقلوب اللي احنا كنا متبلينها. هنديها تشويحه كده. بعد بقى ما شوحنا الكبد والقوانص هنبدا نطلعها في طبق جانبي. هننزل تاني بجزء من هريسه الثوم، جزء صغير جدا، لان انا لسه هحط ثوم تاني، بس بحطه على يعني كل شويه كده ايه. احنا حطينا دلوقتي شويه، هننزل بقى بالفريك. هنصفيه طبعا. ننزل كده بالفريك. بسم الله. وبعدين هنبدا نقلب كده، نشوح فيه لحد لما الميه دي تبدا ان هي ما تبقاش موجوده. اقلب كده، اقلب فيه شويه وارجع لكم تاني. بصوا بقى، بعد ما شوحنا التشويحه الاولانيه دي، هنبدا نجيب باقي هريسه الثوم اهي، ونبدا بقى ايه نشوح. عايزه اقول لكم الريحه فظيعه لو عملتوا الثوم بالطريقه دي. مامتي بصراحه هي اللي معلمهاني ان انا افضل ايه احطه على مراحل. يعني دي بتفرق، دي بتفرق جدا، وبتخلي ريحته كده ايه، سواء رز او فريك، ريحته بتبقى مميزه جدا. بصوا، هفضل بقى اشوح فيه كده. الله على ريحته تجنن. بصوا، اقلب كده فيه شويه وبعدين ارجع لكم تاني. بعد بقى ما شوحنا كده، اخر حاجه هننزل بيها هي نص معلقه فلفل اسود. طبعا انا كنت حاطه على الهريسه بتاعه الثوم، بس انا ايه بحب الفلفل الاسود شويه في الخطوه دي بقى. وكده خلصنا الفريك يعتبر. في الخطوه دي لو انت عايزه تنزلي الكبد والقوانص عليها مفيش مشكله، لكن انا مش هنزل الكبد والقوانص. انا كده ايه هسوي الفريك بس من غير الكبد والقوانص. دلوقتي بقى جه دور الميه. هنزل شويه ميه كده، ميه مغليه طبعا. كل ما تحطي حبه صغيرين، يعني ربع كوبايه ربع كوبايه، كل ما يعجنش معاكي. لكن لما تحطي ميه كتير مره واحده، طبعا النار عندي عاليه اهي. اقلب كده ونغطيه. هنجيب الغطا ونغطيه لما الميه دي تنشف.
هنزل تاني بربع كوبايه ميه، يعني معاكي من ربع كوبايه ميه لحد كوبايه الا ربع ميه على الفريك. هنغطيه وبعد كده هنوطي ونسيب بقى بعد ما الفريك يبدا يتشرب، وبعدين نوطي النار ونستنى لحد ما الفريك يبدا ان هو يستوي. اول ما بدا يتشرب الميه كويس بفتح عليه تاني واديله ربع كوبايه ميه. نقلب، نعمل نفس الخطوه اللي فاتت علشان ما يعجنش معانا. نار عاليه، وبعدين الميه تبدا ان هي اول ما تبدا تتشرب ابدا اغطي عليه برضو 5 دقايق او دقيقه يعني كده، وبعدين نكرر تجربه الربع كوبايه ميه دي لو كان لسه محتاج ميه تاني. بصوا كده بقى، بصوا بقى انا كده ايه هديله كمان شويه ميه، يعني انا كده خد معايا كوبايه الا ربع ميه. بسم الله، نعمل كده تاني عشان بس يبقى مستوي كويس، عشان الفريك بيبقى مشكلته التسويه او الرز برضه، لو ما سويناش الحاجات دي كويس ما بيبقاش طعمها يعني قد كده يعني. هنعمل تاني نفس الفكره ونغطي كده بقى ايه، احنا سوينا الفريك. بصوا كده تسويته. احنا لسه طبعا هنحط الحمام بعد ما نحشيه نحطه في الشوربه، فهيكمل السوا بتاعه كده تمام قوي. هنسيبه بقى ياخد زي يبرد شويه علشان نقدر نحشي الحمام. ياخد طبعا من تبدا بقى تحشيلنا من فوق من عند الزور. احنا مش فاتحين الحمام يعني ايه فتحه جامده كده من عند الراس وتحت من المؤخره علشان نعرف نحشيه كويس. نحط بقى كده ايه الفريك، ما تمليش قوي الحمام او الفراخ او البط، متحشيش الحشو كتير علشان يقدر يكمل سوا وهو في الشوربه. طبعا هنحشي تحت الجلد كمان، وريهم يا ماما لو سمحتي تحت الجلد برضو. تحت الجلد ما تمليش قوي، بس حطي في كل الفراغات وخليه برضو يبقى في مساحه كده علشان الحمام يعني الجلد بتاعه ما يبداش ان هو يتهري يعني في الشوربه وكده زي ما احنا شايفين. بعدين تبداي ايه تخلي كل الحمامه ايوه نمشي عليها كده بايدينا زي ما ماما بتعمل، علشان الحركه بصوا اللي ماما بتعملها دي كده، وتسيبي الحمامه كده ايه جواها في براح نقدر ان احنا الحمام ما يتهلكش معانا في الشوربه. هنكمل بقى الباقي كله بنفس الطريقه. بصوا بقى كده ايه، احنا هناخد من الكبد والقوانص ونبدا ان احنا نسد من اول الراس كده من فوق، ناخد قطعه. انا طبعا مش مقطعاها اهي زي ما ماما عملت. وبرده قبل ما بتحشي الحمام بتحطي في الارضيه بتاعتها. بس عندك طبعا هنا اللي هي العيدان دي تقدري ان انت تقفلي بيها اي الحمامه مثلا لو فيها فتحه زياده شويه. هنعمل زي ما مثلا ماما هتعمل كده عند الرقبه، مع ان هي مش هتفتح معاكي في الشوربه ولا حاجه، بس ايه زياده تاكيد. كده ونقيه ونحط العيدان دي كده بالشكل ده، ولا هتفتح معاكي ولا اي حاجه ان شاء الله. هنشوف مع بعض بعد ما تطلع من الشوربه هيبقى شكلها ايه. هنكمل طبعا الحمام كله بالطريقه دي وبعدين نرجع نسلقه مع بعض. كده بقى ايه خلصنا حشو الحمام. بصوا طبعا احنا ما كتفناش الحمام من تحت لان ايه في منه احنا مش فاتحينه من الجزء اللي تحت. هنبدا بقى ايه ننزل في الشوربه. بسم الله كده ايه، احنا كده حطينا. هقول لكم بقى حاجه هتعجبكم جدا. بيتبقى بقى معايا شويه فريك وانا قاصده الموضوع ده، بنزل كده في الشوربه لان دي كده هتطلع معانا شوربه فريك تجنن. ننزل بالفريك كده في الشوربه. بسم الله، هتعجبكم جدا جدا جدا. هي مش حبه كتير يعني، بيبقى ربع كوبايه كده بزودها بس واحطها، تعمل معانا اجمل شوربه فريك. طبعا هنعلي كده النار، نبدأ ان احنا نغطي الحلة بتاعتنا وبعدين نرجع نحمر مع بعض الحمام الفظيع ده. كده بقى عدى على الحمام ساعة بالظبط. هنجيب طبعا قبل ما نقفل قبل ما نطلعه هنحط الملح. بسم الله. بعدين انا عايزة بس ايه اوريكم شكله. بسم الله بصوا قبل ما اطلعه من الشوربة شايفين، انا بس مش عايزه احط الشوكه علشان ايه ما يتقطعش مني. شايفين، هطلعه لكم كده على جنب
وهوريهولكوا برضو اوضح. بصوا بقى كده، ادي الحمام عندنا مفكش، شايفين؟ والرز جواه زي ما هو، وجواه طبعا الفريك، ومفيش اي حاجه نزلت في الشوربه غير الفريك اللي احنا كنا حاطينه اصلا، اللي هي هنعمل بيه شوربه الفريك. يلا بينا بقى نحمره. هنا بقى جبت طاسه حطيت فيها معلقه زبده، وهنحط فيها معلقه زيت، وهننزل بالحمام. بصوا بقى شوربه الفريك هنغرفها مع بعض. بسم الله. كده نكون طلعنا، شايفين شكل الحمام اكتر من رائع، وما عندناش حمام خالص. بصوا الفريك جواه اهو، انا بس مش عايزه اقطعه اكتر من كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا دي الشوربه الاكتر من رائعه، تعجبكم جدا 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 شوربه الفريك. وبكده تكون خلصت وصفتنا. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه يعمل لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.